نعود للجماهير. نحن نشاهد انسيابية في ظهور الجماهير. بلد آمنة، تعلم تماما في أوروبا عند تناول الكحول داخل الاستاد أو في محيط الاستاد قد يتسبب ذلك في بعض المشاكل، لكن الآن هناك أمان وانسيابية كبيرة في عملية خروج الجماهير. أنا كنت متواجدا مع الجماهير وكنت أشاهد خروج الجماهير. الجماهير تخرج بسلم وسلام، الجماهير سعيدة بالمباريات، الجماهير مستمتعة بأوقاتها. إلى حد الآن أعتقد أن التنظيم مثالي ومن أحسن ما يكون. أنا سعيد جدا بما يحدث الآن من حيث التنظيم، وأريد أن أشكر دولة قطر. أنا ذهبت إلى الكثير من كؤوس العالم، وأنا لعبت في 3 نسخ من كؤوس العالم 2002 2006 و2010، ورأيت الآلاف المؤلفة من الجماهير. وبلدي أيضا استضاف كأس العالم في عام 2014. إذن أنا لدي تجربة وكنت شاهد عيان على كل التجارب، وبصراحة أنا أستمتع بتجربة مميزة واستثنائية. أنا قادر على حضور أكثر من مباراة. أنا معجب كثيرا بالملاعب الجميلة والاستثنائية. أنا معجب بلطف كل الشعب القطري والمقيمين، وأنا أسعد أكثر بالتواجد معك أنت ووائل ومع شيبو وبقية كل المحللين. بالنسبة لي كريكاردو كاكا، أنا لا أحب النفاق حينما نقول شيئا. لا يجب أن نكون منافقين، ولا يجب أن نكيل بسياسة المكيالين، الكيل بمكيالين. إذا أردت أن تنتقد البلد المستضيف ولكن في نفس الوقت أنت تستفيد من هذا التنظيم، أعتقد وأن هذا ليس بالأمر العادل. هناك طرق أخرى لمقارعة الحجج، ولا بد من تبني مبدأ النقد البناء وليس النقد الهدام. لا نتحاور، نختلف، والاختلاف لا يفسد في الود قضية، ولكن نحتاج إلى الرحمة من الجميع ونحتاج إلى الحب من الجميع. مثل منتخب البرازيل على سبيل المثال، شاهدنا العديد من النجوم ينشطون، خصوصا الآسيويين والأفريقيين، ينشطون في مستوى عالي من الدوريات الأوروبية في العالم، مثل البريمير ليج، مثل السيريا، مثل الليغا، مثل الدوري الفرنسي. هل هذا يعني تواجد اللاعبين الأفارقة والآسيويين قد رفع مستواهم عندما يشاركون في هذه البطولات الكبرى؟ كلامك صحيح. أعتقد أن هذا الطرح صحيح. لا تنسى أيضا وأن هذه المرة لديهم فرصة التنافس على أعلى المستويات، يتنافسون مع بعضهم البعض في الدوريات الأوروبية القوية، يتواجدون مع بعضهم البعض في أقوى الدوريات، السيريا، في الليغا الإسبانية، في البوندسليغا، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز. هؤلاء اللاعبون أصبحوا على خفايا بأسرار بعضهم البعض الكروية طبعا، وهذا ما حسن من الأداء في كرة القدم الآسيوية والأفريقية. ومثل ما نشاهد في كأس العالم، حينما تضع اللاعب على أرضية الميدان فإنه بإمكانك أن ترى الجودة الكروية التي يتحلى بها اللاعبون، وهنا تأتي جمالية كرة القدم في دور المجموعات. رأينا الكثير من المفاجآت، ولكن هذه مفاجآت سارة. سعدنا بترشح كوريا الجنوبية، المغرب واليابان، كل هذه المنتخبات تذهب إلى دوري خروج المغلوب. بالنسبة للكثير هي مفاجأة، ولكن بالنسبة لي ليست مفاجأة، لأن المنتخب الياباني والمغربي وكوريا الجنوبية عملوا بجد للذهاب إلى الدوري الموالي، ألا وهو النوك أوت ستيج أو دوري خروج المغلوب. إذن بعد قولي هذا يبدو من المهم أن يبدو أنه أصبح بإمكان الأفارقة والآسيويين أن يتنافسوا مع بقية اللاعبين، لأن كرة القدم في النهاية هي لغة الحب بين الشعوب، يعني هي التي تؤلف بين الناس.
وتقريبا يعني هي الرياضة الأجمل بناء على حضور الجماهير. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الأعزاء لأرضية ملعب استاد لوسيل، حيث يتواجد الزميل مهند الجالي ومعه كابتن أحمد المحمدي ليضعونا في الصورة عما شاهدوه عن قرب في أرضية ملعب متأخر. نستطيع أن نقول بالنسبة لسونغ مدرب الكاميرون بأن ينتصر في آخر جولة، وأمام من؟ أمام منتخب البرازيل. هو لعيبة الكاميرون فضلت بنفس التركيز بتاعها عبد العزيز في الوقت اللي البرازيل بتضيع فيه فرص. استسهلوا المباراة في لحظة سرحان زي لقطة الهدف اللي جه وخطأ مشترك من 2 قلوب الدفاع ميلتاو وبريمير. قدر انه ابو بكر مميز جدا في الكرات العرضية. شفنا هدف من احلى الاهداف سجله بدماغه بكل سهولة وبكل راحة بعيد عن ايد إيدرسون. انما الكرة فيها تمكن كبير جدا في استغلال العرضية يا عبد العزيز. انما انا اشوف ان المباراة سرقت لعيبة البرازيل مع توالي الفرص اللي بتضيع، مع السيطرة على المباراة، مع اكتر من فرصة جات للفريق تسرب ليهم ان المباراة في ايديهم ومباراة سهلة. والكرة دايما غدارة، السيناريو بتاعها دايما يعني غدار. تحس ان انت هتكسب وتضيع فرص كتير زي ما حصل الشوط الثاني. اكتر من 4 اهداف مؤكده ضيعها البرازيل. مع ذلك اول كره مرتده للكاميرون عملها المدافع عرضيه بشكل مميز جدا. فهي دي سيناريوهات الكره دايما اللي بنشوفها، ودي من الحاجات اللي مخليه البطوله مثيره في كل احداثها يا عبد العزيز، ووصلت كل المباريات ان انت ما عارف مين هيفوز. ودي اعتقد اول مره تحصل في تاريخ كاس العالم. انما هو في النهايه فوز تاريخي، اول هزيمه للبرازيل من منتخب افريقي في كاس عالم. ده تاريخ طبعا اتكتب النهارده للاعيبه الكاميرون برغم خروجهم من البطوله. انما مباراه تاريخيه بالنسبه لهم هتسجل في التاريخ ان هو فاز على البرازيل. وده هو الارجنتين بعد فوزه مع الارجنتين 1990. ايوه انا بتكلم مباراه افتتاحيه. لا انا بتكلم على البرازيل. الكاميرون انا بتكلم على البرازيل اول مره منتخب افريقي يفوز على البرازيل في كاس عالم. انا كتبت على الكاميرون فازوا حتى على الارجنتين. انا بتكلم على البرازيل بس. البرازيل تحديدا بتكلم على اقوى منتخبين في العالم تقريبا. طبعا تاريخ اتكتب. الارجنتين والبرازيل. والارجنتين خسرت امام السعوديه ايضا. يتحدث كابتن وائل عن موضوع لا تعرف من سيفوز في اللقاءات التي تجمع المنتخبات المتواضعة على صعيد الإنجازات في كأس العالم مع المنتخبات التي سبق لها وان حققت مسابقة كأس العالم أو الظفر بلقب كأس العالم لأكثر من 2 أو 3 أو حتى 4 مرات. طبعا بهذه اللقطة بابكار نال على بطاقة حمراء بعد تسجيل هذه الكرة. سامويل إيتو رئيس اتحاد الكاميروني لكرة القدم سعيد بهذا الهدف. بطاقة حمراء خضراء وأعطى تحية للحكم. من ثم